كيفك؟ ليك أنا وسانية رح نتدرج لعنكم، خلينا نمشي لنا شوي. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. الله يكرمكم ويجبر خاطركم ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم ويسعد مساكم إذا كان هلأ وقت مساء. بلشت أنا بكلمة جارتي نتدرج. شوفوا هالكلمة، جارتي الحمصية من سوريا. دخيل الله هالكلمة ما أحلاها، نتدرج. قالت لي شو رأيك نقوم نتدرج وهيك إن شاء الله رب العالمين بدل ما تضلي نايمة وبيطير عندك هالمرض. يعني سبحان الله، وطاوعتها والله، والله يجزيكم ويجزيها كل خير، لأنه أرادت إلي الخير. قالت لي خلينا نتمشى ونروح لعند أزواجنا، كانوا عم يصطبحوا عند جارنا. قالت لي بنروح لعندهم. فعلا اتصلت بزوجها وقالت له جاي نصوبكم، ورحنا. مشوار كان حلو، انه على مهلنا ماشيين يعني هيك ان شاء الله ما تضايقت. ممكن الشمس كانت قوية، بس المهم انه حاولت جهدي انه اطاوعها ويعني جسمي يتحسن ان شاء الله رب العالمين. بقى اليوم منه اكل، منه يعني سبحان الله. هيدا المشوار وصلنا لعند الجماعة اللي رايحين لعندهم، هن جيراننا الطيبين. سبحان الله، كانت جارتنا عاملة مربتين مثل ما أنا عملت، وقعدت تعلبهم تحطهم مرطبين، وأنا قعدت أتجول هيك بالشمس قدام بيتها، يعني من جهة المطبخ وهيك. كان كتير مفيد هيدا المشوار. يعني أنا بالنسبة إلي كان كتير مفيد، لازم كان إلي هاي الحركة. الله يرضى عنا ويرضى عن كل جار آدمي. لو منا كنت بقيت بالفرشة وما تحركت، سبحان الله، يمكن فينا نقول 60% طار من التعب اللي كنت فيه. بس الفضل لله بنقول إنه طاوعت وما عندت أبدا. ورحنا وتمشينا وحكينا، وكلمة من هون كلمة من هون، بضل الإنسان بدل ما يقعد بالفرشة هيك وقاعد عم يفكر بوجعه وهيك، بينسى الوجع شوي. وسبحان الله العظيم، بدي أقول لكم شيء، إنه مثل ما كنت قلت لكم بالسابق، إنه كل شيء رزق بهالحياة. حتى الجار رزق، الجار الطيب رزق، والزوج الصالح رزق، والأخ الحنون رزق، والمال رزق، وكله رزق. رزق بس يكون طيب أكيد رزق. سبحان الله. جيراننا الفضل لله، الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا جيران ولا أطيب من هيك. حسيت إنه مثل ما قلت لكم انتعشت بهالمشوار، كنت بحاجة إله. اليوم مثل ما قلت لكم ما عندي أكل أبدا، يعني ما كنت حاطة براسي إنه أطبخ وهيك، بس حبيت ونحن ماشيين هيك صور لكم الأجواء، المنظر الهادي. على فكرة الشجر مثل ما بتعرفوا إنه بيعطي أكسجين بالنهار، خلال النهار، والنبات إجمالا بيعطي أكسجين، بعكس الليل بيعطي ثاني أكسيد الكربون. بقى هلأ نحن ماشيين رواية إن شاء الله رب العالمين، عم تنتعش والحمد لله رب العالمين. وما بالكم إنه مناظر مثل هيدي بتوسع الأفق، وبصير الإنسان مرتاح على وضعه. وحديث من هون حديث من هون، الإنسان ما بيشعر إنه موجوع أو تعبان. وصلنا لعند الجماعة وسبحان الله، ست البيت كتير شطورة اللي رحنا لعندها، شدت فينا على الغداء، ما قبلنا أبدا. رجعنا تمشينا أنا وجارتي، يعني حتى ما جينا مع أزواجنا راحوا مع صاحب البيت، ونحن رجعنا نتمشى مثل ما قالت. وبرجع وبقول هالكلمة الحمصية اللي عجبتني، نتدرج. نتدرج حسيتها من اللغة العربية، يعود أدراجه. بقى نتدرج لصوب البيت. ومثل ما قلت لكم هيدا رزق ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وبدي كسبكم الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. بتشكر كتير 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 جزيل الشكر كل إنسان سأل عني واطمن عني أو أطرى على زوجي. عن جد بتشكره من قلبي. يعني شو بدي أعد لعد، كتير 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 ناس. أنتوا كتير ناس محترمين وطيبين وأوفياء والله، عن جد. يعني الله يكرمكم ويجبر خاطركم يا رب. وكمان كمان هيدي بدي استعيرها من صديقتي وحبيبة قلبي أم محمد، صاحبة قناة يوميات فلاحة فلسطينية.
كمان بتدعي للمرضى. بقى في أختها لجارتي اسمها ربا بتركيا، أنا كمان بدعي لها بالشفاء، ويا رب إنه الله يعجل بالشفاء. أو أنا بتمنى منكم كلكم تدعوا لها بالشفاء، لأن بحاجة عن جد، بحاجة للدعاء. وفي خالتي كمان، خالتي أم حسين كمان أنا بدعي لها بالشفاء العاجل، كمان عملت عملية كبد ومرارة، أو الله يشفيها ويشفي كل مريض. يعني الدعاء بيرد القدر مثل ما بيقولوا. بقى أنا بتمنى منكم كل حدا عم يسمع يدعي، يقول يا رب اشفي ربا، واشفي أم حسين فضيلة، واشفي كل مريض يا رب العالمين. والله يرحم أمواتكم، ما تنسونا. يعني أنا هيدي أمنية عن جد بتمناها منكم، إنه تدعوا لهم، لأنهم بحاجة إلنا عن جد. صدقا المشوار كتير كان حلو، وارتحت شوي. يعني حسيت حالي إنه عن جد يعني موهت عن فكري. وبس رجعنا الحمد لله رب العالمين. كان عنا لوبي من قبل، لوبي بزيت، وعملت رز بالشعيرية، هيك اجى عبالي. مثل ما عم قلكن ست البيت كتير كريمة، شدت فينا على الغدا، بس ما قبلنا انه نحنا رايحين كزدورة بس للتمويه ما اكتر. رحنا والله شدت فينا، رجعنا عملنا رز بشعيرية وقعدنا وهيك وانبسطنا والحمد لله رب العالمين. وأما بخصوص اليوتيوب نفسه، أنا والله ما بقى يعني ما بقى حتى عم أقول مثلا حطوا لايك وعم شد على الموضوع، أو تذكروني بالاشتراك أو شيء، ما بقى يعني لي الموضوع. يعني أنا وصلت لمحل بلاقي إنه كل هيدا الموضوع لو بده يأثر علي سلبا، إنه ما له قيمة. يعني أنا كل الهدف من الموضوع إنه صار مثل ما قلت لكم قبل، ألبوم صور، ما أكتر ولا أقل. أو ماشي يعني الموضوع ماشي بالفيديوهات أو بلا فيديوهات. المهم إنه نحنا عم وثق الموضوع. كيف ألبوم صور نفس الشي، عم وثق الموضوع. وأنا مبسوطة إنه الله سبحانه وتعالى عرفني على ناس طيبين زي أفضالكم، إنه بنتواصل. وفي قول كانوا يقولوه، قال أو توصية يمكن من أب لابنه، قال له اجعل بكل قرية صديق، أو بكل بلد صديق، وما تاكل إلا عسل، وما تنام إلا على حرير. وترك له إرث. ومات الأب لما اجى الصبي بعد ما وفاة والده، اجى يطبق اللي قاله والده. بلش يجيب العسل وما ياكل الا عسل لفترة. شاف صديق والده وقال له القصة، قال له والله والدي هيك وصاني انه ما تاكل الا عسل، وانا هلكت وانا اكل عسل وهيك. قام فسر له، قال له ما تاكل الا عسل يعني ما تاكل الا وانت جوعان. وعمال واشتري بكل بيت، بكل قرية بيت، يعني يكون عندك أصدقاء بكل قرية أو بكل بلد. وما تنام إلا على حرير، يعني ما تنام إلا وأنت نعسان. فأنا هيدا الموضوع عمل لي بعتقد هيك كل بيت صديق وأخ. بقى أنا هيدا اللي طلعت منه من هيدا الموضوع. وما بيهمني بقى الربح اللي أنا كنت ناوي فوت كرماله. بقى إذا عجبكم الفيديو وكز دورتنا وكلامنا، بتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، منو كرمال بس نستمر، ما كرمال الربح. لأنه الربح مثل ما قلت لكم أنا حسيتها شغلي فاضي. وهلأ بقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.